يسعد لي اوقاتكم يا احلى متابعين. اليوم رح نعمل خبز التركي اللي هو خبز البيضة. اول شي رح احط كاستين طحين، رح احط لهم نص معلقة صغيرة ملح، رح حرك الملح دول طحينات، رح نحط لهم معلقة صغيرة خميرة فورية 5 جرامات، رح نحط لهم كاسة مي دافية. طبعا العيارات كلياتها انا عم حطها بنفس الكاسة. هلا رح حركهم، نضل نحرك فيهم لحتى ما يضل فيهم طحين ابدا. هاي العجينة اللي احنا بدنا اياها، هيك بدنا اياها تلزق بالايد. هلا رح نغطيها ونريحها شي 3/4 الساعة لحتى تختمر. وهلا بعد ما ريحناها العجينة هيك صارت جاهزة معنا. هلا رح نطلعها للعجينة، رح نحط شوية طحين على الطاولة، وننزل العجينة. وهلا بنلمها، نحاول نحط لها طحين مشان ما تلزق معنا. وهلا هيك صارت جاهزة معنا. هلا بنشيلها بنحطها بصينية الفرن على ورق زبدة وبنمدها. وهلا بعد ما مديناها للعجينة، هلا رح نرجع نغطيها ونريحها شي ربع ساعة مشان ترجع تختمر معنا. هلا رح نجهز الصوص اللي رح ندهن فيه العجينة. عندي معلقة طحين كبيرة، رح احط لهم شوية فانيليا، رح احط لهم كاسة مي فاترة، رح دوب الطحين بالمي. وهلا بعد ما ذاب معنا الطحين بالمي رح نزل عليهم صفار البيضة. وهلا بين ما اجهز هدول رح شغل الفرن على درجة حرارة 200 شغال من فوق ومن تحت. وهلا بعد ما ريحناها ربع ساعة هيك صارت جاهزة معنا. اول شي رح ادهنها كتير منيح بالصوص اللي سويناه. هلا هيك بعد ما دهنت وجهها كلياتها هلا رح ارسمها. هلا بعد ما سويتها كلياتها هلا رح اعمل لها رشة حبة بركة، رشة سمسم. هلا رح نفوتها على الفرن على الرف التحتاني. وهلا بعد ربع ساعة بالفرن هيك صارت جاهزة معنا. هلا رح نخليها لتبرد ونغطيها مشان تضل طرية. وهلا هيك بعد ما غطيناها وبردت معنا هيك صارت وصفتنا لليوم جاهزة. ان شاء الله تعجبكم، ولا تنسونا بالمتابعة واللايك، وصحتين وهنا للجميع.